دول 6 ازمنه اساسيه. الافعال المساعده في الانجليش هم 3. خلاص، هم 3 في الانجليزي كله 3. هم بي، وي، دو، وي، هاف. تعال الاول نعرف ان الفعل ليه كذا شكل. الفعل ده ممكن يبقى بلاي، وده بنقول عليه انفينيتيف، مصدر من غير اي اضافه، كما خلقه الله، اسمه بلاي. ممكن يضاف له اضافه اسمها اس، او اضافه اسمها اي دي، او اضافه اي ان جي، تمام، او اضافه اسمها بي بي. يبقى دي الاضافات اللي ممكن اشوفها في الفعل. او يكون فعل شاذ فملهوش اضافه، هو كله بيتغير، زي ايت بيتغير يبقى ايت، انا غيرت شكله بس ما ضفتش حاجه. او يبقى ايتن، غيرت برضو شكله بس ما ضفتش حاجه. يبقى دي ال6 حالات اللي ممكن الاقي الفعل عليهم. طب الحالات دي بتيجي بناء على ايه؟ بناء على 1 2 3. يعني احنا مش بنكرر، احنا هنحط انهي شكل غير 1 2 3. في مربعين، مربع بيدل على البريزنت في المضارع، ومربع بيدل على الباست. خلاص، من كل زمن في شكلين، شكل في المضارع وشكل في الماضي. يعني لو عندي مضارع بسيط يبقى عندي منه ماضي بسيط، عندي مضارع مستمر يبقى عندي منه ماضي مستمر، لو في مضارع تام يبقى في ماضي تام. خلاص، دول 6 ازمنه اساسيه، 1 2 3 4 5 6. في اي صعوبه؟ حد واقع مني؟ في البريزنت اسمهم ايه؟ اسمه كده، اسمه ان واز وار. في الباست اسمه was were. هنا اسمه do وdoes، وهنا اسمه did. هنا اسمه have وhas، وهنا اسمه had. وجود كذا شكل معناها ان الضمائر بتتوزع عليهم. لو في شكل واحد يبقى الضمائر كلها بتروح معاه. يعني انا عندي 3 اشكال، يبقى الضمائر ال7 بيتوزعوا على 1 2 3. عندي شكلين يبقى الضمائر بتتوزع على الشكلين. عندي واحد يبقى الضمائر كلها بتروح ايه؟ معاه. am وis وار وwas وwere علشان يعملوا جمله مبنيه للمعلوم بغض النظر عن المسميات. لازم يكون في فعل فيه اي ان جي. do وdoes ودid عشان الجمله بتاعتهم تبقى سليمه لازم يبقى معاهم حاجه اسمها اي ان اف، انفينيتيف، مصدر. have وهاز وهاد عشان جملتهم تبقى صحيحه لازم يبقى معاهم بي بي. يبقى انا خدت شكل من ايه؟ اللي هو الاي ان جي والبي بي والانفينيتيف اللي هو ده.